ما نراه ليس بطابة رياضية بحاجة لنفخ أو بقايا دولاب هوا. هيدي بطيخة اشتراها أحد الأشخاص من آل أبو جودة بالدكواني من محل الخضار، وبعد ساعات شو صار؟ الخميس إيه، ايه. وحطيناها على الأرض يعني ما فينا نحطها فوق. مم. وقام بالليل لأنه بالأول بسين صار ينويله لابني إنه عم بيسمع شي بينفس مم. يمكن. مم. إجا جي فكر إنه يمكن الغاز أم شي، ما انتبهت. وقت قام على بكرة لقى في مي بالأرض، كان بطيخة حلوة صفت بالون مم. نفس. نعم. 100% مش لبناني. مم. نعم. طيب لما بعد عنده وحدة بنزل جيب لك اياها. هيدا البطيخ لما حطيته على الأرض ما بينت معك إنها مثلا لا لا مضروبة من لا مطرح؟ لا 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 لا. مم. عم زيح البطيخة لقيت عم بتكب مي بكترة. طلعتي شوي مسكتها عم بتنوفر مي، بس مي نظيفة بيضة يعني. طيب ممكن تكون أول مرة مسممة؟ فيها تسمم؟ ما بتصور إذا لبسان قرب عليها، لا، لأنه صار ينوي لنا إنه في شي يعني مش مزبوط بالمطبخ، كأنه شي عم بينفس، شي بالون وعم بينفس هيك. الخبرية ما انتهت هون، سألنا صاحب المحل فقال إنه هالبطيخ مستورد من مصر. الأو تي في وتحسسا بالمسؤولية حملت البطيخة فورا وسلمتها لمختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بالفنار. نحن سلمناكم اليوم البطيخة، شو رح يصير فيها؟ نحن رح نقوم بفحص جرثومة عليها كوقائي تنشوف شو المشكل، ورح نعملها فحص كيميائي للهرمونات بمختبر الكيمياء اللي عنا. نعم. قد ايه بدها وقت؟ حدود الخمس ست ايام. اليوم أكيد مثل ما كل العالم تسمع إنه البطيخ بينضرب إبر. يعني ما عندي فكرة عن الموضوع، بس نحن علينا نعمل الفحوصات اللي عنا هون ونشوف شو بيطلع معنا ونعطيكم اياها. وبانتظار النتائج. المؤكد أنه البطيخة تم حقنها بإبرة، إنما بأي مادة ما حدا بيعرف، ومنا إلى المعنيين في الحكومة.